مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. أنا محمد عبده أحييكم وحلقة جديدة من برنامج بقعة حرية على شاشة أزهري الفضائية. نحن في هذا الأسبوع نناقش مفهوم الدين، وهذه الحلقة هي الحلقة الثالثة والتي نخصصها للعلاقة ما بين الدين والدولة. يكمن الهدف الرئيس من مناقشة قضية الدين والدولة هو التوقف عند تجربة البشر مع الدين، خاصة أن تاريخ الإنسانية يكشف لنا شكلين من أشكال التجربة البشرية مع الدين، كل شكل منهم مرتبط بواقع ثقافي واجتماعي معين. فالواقع الذي عاشته المجتمعات في أحواض النهر مثلا كانت له تجربة مختلفة مع الدين عن تجربة الجماعات التي عاشت في مناطق صحراوية قاحلة. يظهر الاختلاف هنا بشكل أساسي في أن الجماعات التي عاشت في أحواض الأنهار فرضت عليها ظروف المعيشة أن تقيم أو تنشئ إدارة وسلطة مركزية لضبط النهر الذي تعيش حوله، على النحو الذي أدى إلى نشأة الدولة. تلك الدولة هي التي سعت بعد ذلك إلى أن تؤسس دينا تحكم بواسطته هذه المنظومة. على الجانب الآخر مشاهدينا يبدو الأمر مختلفا تماما، فإن الجماعات الأخرى التي عاشت في الصحراء لم تتمكن من تحقيق اجتماعها وخضوعها لسلطة جامعة إلا من خلال الدين المنزل إليها. هنا تكمن أهمية الدين في بناء تلك المجتمعات، ولعل الأمتين اليهودية والإسلامية دليلان واضحان على دور الدين في صناعة الحضارة الخاصة بكل منهما. وهنا تبرز أيضا مقولة شهيرة لابن خلدون: إن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو من أثر عظيم للدين. نناقش أيضا في هذه الحلقة العلاقة ما بين الدين والدولة، الديني والمدني في نظرية الحكم الإسلامي. كيف تعامل الإسلام مع النظم السياسية حين خرج من شبه الجزيرة العربية، وتعامل مع دول مدنية ذات حضارة عريقة كما حدث مثلا في العراق ومصر وبلاد الشام؟ هل سعى الإسلام إلى استيراد نموذج الدولة لتنظيم الحياة السياسية من بلاد الفرس والروم حين فتحها؟ الدين والدولة وبناء الحضارة هو موضوع حلقة اليوم من بقعة حرية. جدليات كثيرة آثرتها علاقة الدين بالحضارة، وتجلت هذه الجدلية منذ فجر التاريخ، حيث إنسان العصور الأولى بلا سند من عقيدة تهديه في دروب الحياة وتجيب عن تساؤلاته الوجودية المتعددة، وتشفي غليله وتشبع نهمه أمام ظواهر الطبيعة وأسرارها الغامضة. تملك الإنسان القديم ناصية الحضارة ووسائلها، غير أنه ظل على تساؤلاته الوجودية والطبيعية، ونشأت حضارات كان لابد لها من دين لتمعن في بسط سيطرتها. فكانت الحضارة يذهب بعض الباحثين إلى القول بأنها أول الحضارات التي شهدها التاريخ مثالا لابتداع الأديان لخدمة الدولة والسلطة. لقد أيقن الفراعنة أهمية الدين في الحفاظ على وحدة الدولة وبسط نفوذهم على الأفراد، ومن ثم اخترعت عبادة الفرعون أو الحاكم والصلوات التي يتقرب بها إلى الآلهة، إلى أن ظهر إخناتون الذي أحدث ثورة عقادية هائلة عندما دعا إلى توحيد الآلهة وعبادة الإله آتون الذي كان يمثل له بقرص الشمس. كما حفلت الإمبراطورية الرومانية والشعوب الخاضعة لها قبل الميلاد بالعديد من العبادات التي تقوم على تقديم القرابين للآلهة اليونانية والرومانية المخترعة مثل أثينا وأبولو وجوبيتر. كما قويت مسألة عبادة الأباطرة قبيل القرن الأول الميلادي لتوطد لملكها أطول وقت ممكن.
وفي الحضارة الإسلامية كان الوضع مختلفا، لم يكن للعرب حضارة أو دولة حتى جاء الإسلام ليقيم دولة ويؤسس حضارة، وتركز اهتمامه على بناء الإنسان وصياغته صياغة إسلامية في جوانبه المختلفة. وكان الهدف من هذا المشروع الحضاري هو الوصول بالإنسان إلى أعلى مراتب التحضر من خلال التعامل مع مكونات الكون طبقا للناموس الإلهي، وفهم الأدوار المختلفة لهذه المكونات وتوظيفها في خدمة الإنسان حتى يحقق رسالته. وهكذا ظل الارتباط وثيقا بين الدين والحضارة، فمن الأديان ما كان من صنع البشر أنفسهم، ومن الحضارات ما قام على أكتاف الأديان. بعد أن تابعنا هذا التقرير أدعوكم مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة والعلاقة ما بين الدين والدولة. العلاقة بين الدين والدولة، هناك العديد من المساحات في هذه العلاقة تحتاج إلى فهم وتحليل وإضاءة. معنا في هذه الحلقة في الاستوديو، استوديو بقعة حرية، الأستاذ الدكتور علي مبروك، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة. أهلا بك دكتور علي. أهلا بك. أهلا بك أستاذ. كما يشرفنا أيضا الحضور الأستاذ الدكتور عبد المقصود باشا، أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر. أهلا بك دكتور عبد المقصود. أبدأ معك دكتور عبد المقصود من حيث انتهى التقرير والحديث عن العلاقة ما بين الحضارة والدين. هل يمكن أن نقول أن هناك أديانا صنعت حضارات وأن هناك حضارات صنعت أديانا؟ يعني ما الفارق بين الدين الذي يصنع حضارة والحضارة التي تصنع الدين؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحضارة تنشأ مع الاستقرار بداية، والحضارة تنشأ أيضا مع رسوخ الناس في الأرض، بحيث يكون عنده وقت فراغ يبذر ثم ينتظر الحصاد. هذا الوقت اللي يفصل بين البذر والزرع والحصاد يأخذ الإنسان طريقه إلى التفكير فيما يسعده وفيما يوفر له حياة هانئة وهادئة. من هنا وجدنا أن الحضارات لا تنشئ أديان، إنما الأديان هي التي تنشئ حضارات. قد تنشئ حضارة ولكن ليس بالمضمون الأشمل، أما الدين فهو الذي ينشئ حضارة ذات قيم وذات مبادئ. يعني الحضارات الأخرى القديمة الفرعونية والبابلية هي حضارات لم يعني تنشأ على أديان. لو نظرنا إلى الملك نارمر مثلا كما ورد في التقرير، أو عصر بدء الكتابة وعصر الاستقرار أو عصر عظمة الفراعنة المصريين، هنجد نارمر ومينا وغيرهم أسسوا الحضارة بتاعتهم على أساس ديني، وهو وإن كان دين ليس دينا سماويا لكن دينا وضعيا، بمعنى تمجيد الإله الفرد، تمجيد الملك، النظرة إلى الملك نظرة الإله. وتطورت النظرة بعد ذلك إلى عبادة الشمس وعبادة آتون وقبله آمون وغيرهم. لكن لما اضمحلت النزعة الدينية واضمحل الملك عند الفراعنة، وجدنا مصر تسقط في أيدي الهكسوس وتداس بالأقدام. لكن بعد ذلك جاء قادة عظام أمثال أحمس وغيره ليعيد مجد الأمة المصرية. طيب دكتور علي مبروك، في هذه النقطة تحديدا هل تتفق مع هذا الطرح وأن الحضارات يجب أن ترتكز بشكل كبير وأساسي على الدين، وإذا فقدت هذا المرتكز فتبدأ في الاضمحلال كما ذكر الدكتور؟ يعني في الحقيقة أنا بختلف مع الدكتور عبد المقصود، والمسألة هنا مش مسألة رأي في مقابل رأي. المسألة هنا تتعلق بالتاريخ الحاصل بالفعل.
التجربة التاريخية للبشرية تكشف لنا بالفعل أن هناك حضارات صنعت أديانا، وأنه يعني هذا أمر بنلاحظه في الشرق بشكل عام، في مصر، في الشرق الأدنى، في منطقة الشرق الأدنى، في منطقة الشرق الأقصى، حتى في الهند وفي الصين. بنشوف أنه يعني الحضارة نشأت لأسباب تتعلق بكيفية التعامل مع البيئة الطبيعية، البيئة الجغرافية التي نشأت فيها الجماعات البشرية في هذه المناطق. وبنلاقي في الحقيقة زي ما ورد في التقرير أن هناك ثابت مشترك في هذه الحضارات جميعا، وهي أنها تخلقت حول أحواض أنهار. لأنه في الحقيقة النهر، أن تعيش أن تجد جماعة نفسها تعيش بجوار نهر، يعني أن تجد نفسها مضطرة لضبط هذا النهر. نحن الآن نعرف السدود ونعرف الكيفية التي نتحكم بها في الأنهار، لكن هذه الأمور لم تكن موجودة في هذا العصر السحيق الذي نتحدث عنه. السدود لم تكن موجودة، فكانت الأنهار أشبه ب يعني أنهار هائجة، يعني يمكن أن نتحدث عن أنها أنهار هائجة. فهذه الأنهار تحتاج إلى ضبط. المهم هنا هو ماذا؟ هو أن الناس يجدون أنفسهم مدفوعين للتعاون المدني، للاجتماع المدني، أن يؤسسوا اجتماعا مدنيا. هذا هو المهم في التجربة، وهذا الاجتماع ناشئ بالفعل من أسباب تتعلق بكيفية مواجهة الوسط الطبيعي، بكيفية التكيف مع الوسط الطبيعي الذي يعيشون فيه. وبنرى بالفعل أنه مع تشكل سلطة مركزية لضبط الأوضاع في هذه المجتمعات النهرية، بتكون الخطوة اللاحقة مباشرة هي خطوة الدين، ظهور الحاجة إلى الدين أو الحاجة إلى الإله. الحاجة إلى الدين. وده بيكشف لنا عن أنه الدين بيكون مطلوب بشكل أساسي لكي تقدر الدولة على سياسة الناس، على قيادة الناس. الدين بيلعب دور مهم جدا في هذه المسألة. لك أن تعرف مثلا أنه معنى كلمة من بين المعاني التي ترد في القواميس لكلمة دين أنها تعني الطاعة. ونحن ربما نستخدم هذا التعبير في حياتنا اليومية إلى الآن، نقول أنه يدين له بالولاء مثلا. ماذا يعني أن يدين له بالولاء؟ يعني الطاعة، يطيع. فالدين بيكون مطلب سياسي لدولة تريد أن تقدر على سياسة مجتمعها. وأظن طبعا أنه الدكتور عبد المقصود بالتأكيد يعلم جيدا، وهو قرأ هذا بالتأكيد في القرآن. كلنا قرأنا في القرآن قصة الفرعون مع شعبه، ورأينا أنه الفرعون ينصب نفسه بشكل دائم باعتباره إلها، تأليه الحاكم في مصر القديمة. بالضبط. فلا يمكن أنا يعني بختلف إلى حد ما مع لكن الحضارة لا تأفل أو لا تضمحل وتتدهور إذا غاب الدين. لا، أفول الحضارات ليس مرتبط بشكل أساسي بغياب الدين، لأنه واضح أنه الدين مطلب حضاري، الحضارة بتصنع الدين. يعني فأفول الحضارات ما هوش يعني نستطيع أن نتحدث عن أسباب كثيرة، ربما لا يكون من بين هذه الأسباب الدين بشكل أساسي. طب عودة مرة أخرى دكتور عبد المقصود، يعني إذا أردت أن تعلق تفضل. نعم. لعل أستاذنا الدكتور علي في أثناء حديثه عن الحضارة قد تنشأ بدون دين. الحضارة ليست كلمة تقال، الحضارة مفهوم اقتصادي، الحضارة مفهوم فكري، الحضارة مفهوم اجتماعي، الحضارة مفهوم أخلاقي. لكن هذا التكامل في جميع الجوانب هو الذي يخلق حضارة، ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق الدين، لأن الدين هو بمثابة الإيقاع الذي يضبط سلوكيات الناس. ولذلك حضرتك لو لاحظنا الحضارات التي قامت مثلا لو أخذنا الإسكندر المقدوني، كان رجل ذو توجه حضاري وأنشأ إمبراطورية. لكن هتلاحظ
إن الإسكندر المقدوني ما نزل بلد من البلاد ولا منطقة من المناطق التي فتحها دخل المعبد يعني إلا إذا احترم أديان المنطقة التي استولى عليها. يعني في مصر دخل إلى سيوة، إلى سيوة، وما تزال القاعة التي نصب فيها الإسكندر فرعونا ما تزال موجودة في سيوة إلى الآن أطلال. إذا الإسكندر لما نلاحظ تاريخه رغم أنه صاحب مشروع حضاري كبير، صاحب مشروع إمبراطورية كبرى، لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بفضل احترامه لأديان الشعوب التي فتحت. ولذلك لما سقط الإسكندر في سن مبكرة لم تستمر مملكته. لماذا؟ لأن من جاء بعده من البطالسة والبطالمة لم يسيروا على نهجه من التسامح فسقطت الإمبراطورية. أيضا لو أخذنا مشروع نابليون في العصر الحديث، يعني نحن نضرب مثالا بالعصر القديم ونضرب مثالا بالعصر الحديث وسوف نضرب مثالا في العصر الوسيط. ما نيجي نشوف عصر نابليون كان يتعامل بقمة التحضر ناحية أوروبا، رغم أنه أراد أن يفرض المشروع الفرنسي على أوروبا. ولولا معاهدة واترلو، لعل أستاذنا الدكتور طبعا يعرف هذا أكثر، ما حجمت فرنسا وما حجم التقدم الفرنسي. لكن لما جه نابليون هنا مصر تعامل مع هذه الشعوب تعامل القهر، حتى لدرجة أنه هو في فلسطين لما خد ما يقرب من عدة آلاف من المصريين للحرب معه في فلسطين، ما كان منه إلا أن قتل 2000 مصري ذبحا. لماذا؟ لأنه استخسر طلقة الرصاص فيه. ولذلك نابليون عمل مشروع حضر لكنه سقط في النهاية. تمام. طيب قبل أن ندلل على أمثلة أخرى، دكتور عبد المقصود، إذا تحدثنا عن دور الإسلام ودور الدين الإسلامي في صنع الحضارة العربية، نعم، في هذه الجزئية تحديدا، هل لم يكن للعرب قبل الإسلام أي ذكر في التاريخ فجاء الإسلام وصنع حضارة عربية وإسلامية؟ سيدي، أنا أريد أن أصحح معلومة في غاية الأهمية، وأجد أن التاريخ هنا مغلوط في كثير من قراءات الناس للتاريخ مغلوطة. يخطئ من يتصور أن الجزيرة العربية كانت بلا حضارة. يخطئ من يتصور ذلك. صحيح. الحضارة معظم الأنبياء بعثوا في الجزيرة العربية، قوم صالح في الجزيرة العربية، قوم ثمود في اليمن حضارة حضرموت، وإلى هود أخاهم وإلى عاد أخاهم هود، وإلى ثمود أخاهم صالح. هذه المنطقة كانت منطقة حضارية كبرى في التاريخ. وإذا تخطينا عصور التاريخ كلها وجينا عند قبيل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، هنجد أن القبيلة القريشية لم تكن كما يتصور البعض مجرد قبيلة. قبيلة قريش سيد الفاضل كانت بمثابة أكاديمية كبرى. ويخطئ من يتصور أن قبيلة قريش كانت عبارة عن همج. قبيلة قريش القبيلة القريشية كانت عبارة عن أكاديمية عظمى. وانظر إلى الرجال والنساء الذين خرجتهم القبيلة القريشية. هذا الكلام يعني دكتور، الكثير يقول مثلا الإسلام يجب ما قبله، وهناك من يحاول أن يقلل من ما كان في الجاهلية أو ما كان قبل الإسلام. كيف ترى هذه النظرة؟ في الحقيقة أنا مش مع النظرة التسمينية أو التعظيمية لما كان في الجزيرة العربية قبل الإسلام زي ما تفضل الدكتور عبد المقصود. وأرى أنه في مجرد تكرار بعثة أنبياء في الجزيرة العربية دي ظاهرة لابد من التعرف على سببها. لو كانت الجزيرة العربية تعرف حضارة مستقرة ما كان تكاثر عدد الأنبياء. بالمناسبة لابد أن ندرك أنه تكاثر عدد الأنبياء المرسلين إلى قوم ما دليل على أنه أسس الحضارة لم تستقر. وهذا أيضا نقرأه في التجربة اليهودية. التجربة اليهودية إحنا عندنا آلاف الأنبياء بخلاف الأنبياء الكذبة الذين يتحدث عنهم العهد القديم. فلا ينبغي أن نتصور أنه مجرد تكرار بعث أو إرسال الأنبياء إلى أقوام في الجزيرة العربية على أنه علامة على أنه كانت هناك حضارات في هذه المنطقة. نحن نعرف جميعا أن الجزيرة العربية لم تعرف حضارة مستقرة إلا في جنوبها، في اليمن تحديدا. وهذا هو الذي حفظه لنا التاريخ وحتى القرآن عندما يتحدث عن تجربة الجزيرة العربية قبل الإسلام لا يشير إلى حضارات كبيرة وإلى حضارات
وإنما ربما هناك إشارة فقط إلى بلقيس لا أكثر يعني. يعني أي إلى الإشارة إلى اليمن بشكل أساسي. مرة تانية فيما يخص الحضارة والدين، علينا أن نتأمل في تجربة مثلا تجربة حمورابي مثلا. الدكتور عبد المقصود، أنا أريد أن أميز في كلام الدكتور عبد المقصود بين شيئين، بين حديثنا عن نشأة الدين واستقرار الدين. في نشأة الدين باستمرار بنجد أنه في المناطق التي تحدثنا عنها بشكل مستمر هناك نشأة للدين لاحقة على نشأة الحضارة، ليست سابقة على نشأة الحضارة. ربما بتيجي حضارات بعد كده وتستثمر هذا الدين، زي ما أشار الدكتور إلى الإسكندر وإلى تجربة نابليون، لكن إحنا قدام قادة سياسيين. هنا توظيف سياسي بالضبط، قدام قادة سياسيين يريدون أن يستثمروا الدين السائد في سياسة الشعوب التي يعني يسيطرون عليها أو التي يستعمرونها. كان مشهد مثلا نابليون حينما جاء مصر وذهب إلى الأزهر أو قابل رجال الدين، كان استثمار للدين يعني بشكل بالضبط. هي محاولة توظيف سياسي للدين لا أكثر، وهي اللعبة التي يعني المستمرة للآن بشكل أو بآخر. فيما يخص سؤالك عن مسألة الجاهلية ما قبل الإسلام، إن الإسلام هو الذي صنع الحضارة العربية. لا، علينا علينا أن ندرك يعني هناك كتاب للمقريزي، أنا متأكد أن الدكتور عبد المقصود يعرف هذا الكتاب، كتابه في النزاع والتخاصم بين بنو هاشم وبنو أمية. يعني نحن نكتشف أن التناحرات القبلية والعصبية القبلية كانت تفعل فعلها، وظلت لسوء الحظ يعني قارئ كتاب المقريزي يخرج من قراءته لهذا الكتاب أن التناحرات القبلية فعلت فعلا كبيرا وداخل قريش نفسها، ليس بين قريش وغيرها، وإنما داخل قريش نفسها، وترتب على ذلك نتائج سياسية كلنا بنعيشها إلى الآن. يعني قارئ المقريزي يكاد يخرج قارئ هذا الكتاب المقريزي. طب عند هذه النقطة تحديدا أتوقف دكتور علي وأتحول بالسؤال إلى دكتور عبد المقصود باشا. نقطة بسيطة بعد سماح معي. اتفضل. القرآن لم يشر فقط إلى السيدة بلقيس، ولكن أشار إشارات عديدة إلى حضارات عظيمة في الجزيرة العربية. اقرأ معي سورة الفجر: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وإلى الآن ما تزال إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد مطمورة، لا يعرف أحد مكانها، وإن كان حدد في منطقة حضرموت في الجزيرة العربية أو في صحراء الربع الخالي في الجزيرة العربية. إذن الجزيرة العربية شهدت حضارات يعني في الجنوب أيضا، يعني في الجنوب أيضا، نتحدث في الجنوب أيضا، في جنوب الجزيرة العربية، المنطقة التي كانت قابلة لظهور تشكلات حضارية فيها، لكن بتظل منطقة الشمال. تسمح لي معلش؟ اتفضل. لعلك تلاحظ أن في عصور التغير الجيولوجي كانت منطقة الجزيرة العربية كلها أنهار وأشجار وأنهار وبحار تملأها الأسماك، حتى يحدثنا المؤرخون القدامى عن أن القادم من الهند إلى مصر وأوروبا كان يمر عبر أزهار وبساتين وروائح الأشجار الجميلة. يعني منطقة الجزيرة العربية أو الخير الذي فيها الآن، البترول الذي فيها، من أين؟ أنت تتكلم عن حقبة ربما قبل التاريخ يا دكتور. نعم. يعني إذا ليس موجودا في كتابات المؤرخين كلام عن هذه المسألة. إرم موجودة أم غير موجودة؟ لا أنا لا أتحدث عن إرم. نعم. أنا لا أتحدث عن إرم. نحن اتفقنا على أنه إرم، ما احنا بنتكلم في حضارات في الجنوب. نعم. والجنوب هو منطقة قابلة لأسباب جغرافية لظهور تشكيلات حضارية فيها. نعم. ده لما يتوفر هذه الشروط أن تتوفر في قلب شبه الجزيرة العربية. بالضبط. هذا بالضبط. يعني تفضل. طيب، يعني إذا طورنا الحوار قليلا وتحدثنا عن الدولة والدين وأشار هنا إلى مؤرخ كبير يعني المقريزي، والحديث عن بداية العلاقة ما بين الإسلام أو الدين والدولة والسياسة. نعم. وكيف ترى في ضوء الخبرة الإسلامية وفي ضوء الثقافة الإسلامية هذه العلاقة ما بين الدين والدولة؟ رؤيتي
وأنا لا أتحدث باسم الإسلام، ولا يوجد أحد يقول لي أنه يتحدث باسم الإسلام. بصفتك كل أستاذ للحضارة والتاريخ، يعني كيف تقيم أنا أتحدث بفكري عن مفهومي للإسلام. صحيح. ولا أتحدث باسم الإسلام، لأن الإسلام أرقى وأفضل من أن يتحدث أي أحد باسمه. الإسلام لم يعرف طيلة حياته الدولة الدينية. الإسلام لم يعرف الدولة الدينية. الرسول نعم كان قائد سياسي وقائد ديني وقائد عسكري وكل شيء، لكن انظر إلى ما قاله أبو بكر الصديق بعد أن استولى، بعد أن بويع بالخلافة: إني وليت عليكم ولست بخيركم، إلى أن يقول، طبعا كلنا حافظين الكلمة بتاعته، إلى أن يقول: ولست كرسول الله، فإن رسول الله كان يوحى إليه، أما أنا فكأحدكم أجتهد رأيي. ولذلك وجدنا قضايا تعرض على الرعيل الأول من الصحابة يدلي فيها صحابي برأي، ويدلي فيها صحابي برأي آخر حسب الفقه والمفهوم. ولذلك هنجد عندنا حديث لسيدنا الرسول: أقضاكم فلان، أفقهكم لدين الله فلان، أقرأكم فلان. إذن هناك تمايز. أما الإسلام منذ بداياته، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث التأبير النخيل قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يعني هذا تأسيس بعدم وجود الدولة الدينية، فكرة الدولة الدينية في الإسلام. دكتور علي، التعرف على نظام الدولة بالنظام السياسي وبشكلها السياسي، يعني طبعا كان هناك انفتاح على ثقافات اليونان والفرس والروم نتيجة للفتوحات الإسلامية. إلى أي مدى استفاد المسلمون واستفاد العرب من تلك الثقافات ومن تلك الحضارات في فكرة الدولة، في بناء الدولة؟ أولا يعني في ملحوظة مهمة، أنه أول يعني خطوة في سبيل تأسيس الدولة في الإسلام بدأت مع عمر بن الخطاب، لما بدأ فكرة الدواوين، فكرة تأسيس دواوين تنظم العطاء إلى آخره، ووضع قواعد لهذا الموضوع. لكن إلى الآن في المدينة لا تستطيع أن تتكلم عن دولة، وهذه أيضا مسألة لابد من ملاحظتها والتفكير فيها. أنه الدولة بدأت نشأتها خارج الجزيرة العربية، ليس في الجزيرة العربية. بدأ نشأتها في دمشق بشكل أساسي، في الشام، الدولة في مناطق بشكل بالضبط يعني في مناطق التماس مع الحضارات الكبرى، سواء في فارس والعراق أو سواء الروم، لأنه كانت الشام أيضا منطقة تماس مع الدولة الرومانية. إذن يعني لا ولا يضير الإسلام أبدا أنه يتعرف على نظام الدولة ونظام الحكم وعلى أي حال قارئ قسم مهم جدا في الأدبيات الإسلامية يسمى بالآداب السلطانية. قارئ هذا القسم يدرك أن الأساسيين أو الذين قاموا بالتأليف كانوا يترجمون تراثا فارسيا بشكل أساسي وتراثا غير عربي بشكل أساسي لكيفية إدارة شؤون السلطة، كيفية لأنه الدولة تتعلق أساسا بالكيفية التي تدار بها. لابد أن نميز بين السياسة وبين الدولة. الإسلام ممكن يكون يعرف السياسة مبكر جدا زي ما تفضل الدكتور عبد المقصود، وهناك حديث عن كيفية الحكم وكيفية ممارسة السلطة السياسية وإلى آخره. لكن فكرة الدولة وفكرة تأسيس الدولة علينا أن ندرك شيئين: أنها بدأت في الظهور خارج الجزيرة العربية، لم تكن في الجزيرة العربية، إنها بدأت خارج الجزيرة العربية وفي مناطق التماس مع الحضارات الكبيرة. طب دكتور عبد المقصود قال يعني عرف المسلمون السياسة، لكن لم توجد دولة دينية، لم تمارس أو هذا الاسم أو هذا المصطلح في الإسلام، أن هناك دولة دينية باسم الإسلام. في الحقيقة لابد أن نتفق أولا على إيه معنى الدولة الدينية. الدولة الدينية هي الدولة اللي بتستمد شرعيتها بشكل أساسي أو تدعي استمداد شرعيتها بشكل أساسي. الحاكم فيها يدعي أنه يستمد شرعيته بشكل أساسي من الله وليس من الناس. تمام؟ ونحن نقول كثيرا الإسلام لم يعرف هذه الدولة، لكن خلينا نقول الإسلام ما عرفش هذه الدولة، لكن عرف هذا الحاكم. يعني هذا النوع من الحاكم عرفه. ودعنا نقول وابتداء من ثالث الخلفاء الراشدين، من عثمان بن عفان نفسه، لأن عثمان بن عفان كانت حجته الأساسية في مجابهة السائرين عليه والرافضين لحكمه، وعندما طلب إليه أكثر من مرة أن يخلع نفسه من السلطة كان رده
هو قوله الذي حفظته لنا المصادر التاريخية: لا أخلع قميصا كيف أخلع قميصا ألبسنه الله، ألبسنيه الله. فأصبح هنا النظر إلى الشأن السياسي على أنه شأن من الله وليس من البشر. تمام. طيب دكتور المقصود، الإسلام أو التاريخ الإسلامي لم يعرف الدولة الدينية، ولكنه عرف الحاكم الذي يحكم باسم الدين. كيف ترد؟ الأول أنا يعني لا أتفق في كثير مما قاله معالي الدكتور. تمام. الدولة الإسلامية عرفت منذ هجرة رسول الله إلى المدينة. أقيمت الدولة الإسلامية على أسس وعلى مبادئ، وليس عفوا معالي الدكتور إن أختلف معك، وليس كما يقول أستاذنا أنها نشأت في دمشق على عهد معاوية بن أبي سفيان. يا دكتور اسمح لي بس أوضح حاجة فينا في التحديد فيما يخص الدولة. أنا لا بقاطعك، لا أنا مش بقاطع، أنا بس بعمل توضيح فقط توضيح ليس مقاطعة. لابد من التمييز فيما يخص الدولة بين فكرة ومبدأ تقوم عليه وبين جهاز مؤسسي. أنا أتحدث عن الدولة كجهاز مؤسسي. هذا الجهاز المؤسسي لا بد أن نقر أنه الخطوة الأولى فيه كانت تأسيس الدواوين. قبل ذلك لا نستطيع أن نتحدث. من تأسيس الدواوين؟ عمر بن الخطاب بالضبط. تمام. إذا ليس في عصر معاوية، قبل عصر دمشق بمراحل. لكن هذا لا يعني أننا بإزاء تأسيس كامل للدولة. الدولة تأسست كجهاز مؤسسي كامل مع الأمويين، ليس قبل ذلك. طب نستمع لرد الدكتور عبد المقصود. اتفضل دكتور عبد المقصود. يعني أحترم رأيك احتراما كاملا وأقدره، لكن أنا أرى من خلال دراساتي للتاريخ الإسلامي أن الدولة الإسلامية نشأت مع مع هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى المعاهدات التي أقامها مع اليهود ومع النصارى ومع غيرهم ومع المناطق المجاورة التي حتى مع القبائل غير المسلمة أسس وقواعد بناء دولة. هذه الدولة طبعا معالي الدكتور، الدولة لا تقوم بكل أجهزتها الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية قومة واحدة، لكن تقوم على مراحل. وبالتالي مع مرحلة الرسول كان كذا، مع مرحلة أبي بكر كان كذا، مع مرحلة عمر كان التطور الأكبر وهو الأخذ بالدواوين كما ذكرت. ثم بعد ذلك عملية مسألة سيدنا عثمان أنه يخلع قميصا ألبسه الله إياه، هذا لا يمكن أن يكون لمجموعة من الثائرين على الحكم من مصر ومن الشام ومن الكوفة ومن البصرة ليطلبوا من أمير المؤمنين أن يخلع نفسه. في حاجة اسمها أهل الحل والعقد، في حاجة اسمها أهل الشورى الذين ولوه، في حاجة اسمها محاكمة الحاكم، والرجل قد عرض نفسه للمحاكمة ليحضر مجموعة من كبار الصحابة ليحاكموه إن كان قد أخطأ. لكن هنا نلاحظ معالي الدكتور أن كان هناك فتنة كبرى، ولعلك تعرف السبائية وعبد الله بن سبأ وغيرهم الذين أثاروا هذه الفتن، حتى أن كبار الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين أحاطوا بدار عثمان يدافعون عنه. نعم. إذن الدولة الدينية لم يعرفها الإسلام، عرف الدولة المدنية بشرط خلع برضو دعنا نقيدها أن هناك مبادئ عامة تحكم الدولة تحكم الناس. هل تختلف معي على العدل المطلق؟ هل تختلف معي على انتشال الفقراء؟ هل تختلف معي على العدالة الاجتماعية؟ هل تختلف معي على القصاص من أي مجرم؟ هل تختلف معي في أن المفسد في الأرض يجب أن يعاقب بكذا وكذا؟ هذه كلها هي قواعد الدولة التي وضعت منذ أن نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لم نعرف السلطة الدينية بمعنى أن يتحكم. لا، لماذا؟ لأن داعي السلطة الدينية معالي الدكتور واحد من اثنين: إما مدعو وإما مساق. الذي ينصب نفسه زعيم أو يدعي أنه زعيم إما مدعو وإما مساق. المدعو هؤلاء هم الأنبياء اللي لا يمكن يتخلوا عن فكرتهم لأنهم مدعومين من الله. وعندنا أنبياء قتلوا. أنت عندك يوحنا المعمدان لما تعارض مع هيرودس كانت النتيجة إزاحة رأسه. الحواريين 12 كانت نتيجتهم إيه؟ نفس النتيجة. إذن ولدينا أمثلة عديدة في التاريخ. إذن المدعو الإنسان صاحب الرؤية الدينية، المدعو اللي هو مدعو من الله سبحانه وتعالى لإنفاذ الرسالة،
يجهز خلفاء له ومؤمنين بما يقول، بحيث إذا توفي أو كذا أو كذا يقوم مخلصون باستمرارية دعوته، بخلاف القائد المساق اللي هو عايز مظهرية ويدعي. لا تنكر انه تم توظيف الدين كثيرا من قبل الحكام ومن قبل سلاطين تحدثوا انهم يحكمون يعني بسم الله، يحكمون بل اكثر من ذلك. اقول لك ان بعض الحكام ولعل معالي الدكتور يعرف ان بعض ابو جعفر المنصور مثلا قال انه ما من احد يخطر بباله فكره الا اظهرها الله في فلتات لسانه او حركات عينه ويطلعنا الله عليها. إذا ده خروج بالمنهجية الإسلامية. هذا الخروج يعني النصوص والإسلام كدين كانت تدعو إلى كل هذه ما تقول وما ذكرت وكل هذه القيم. في ضوء الممارسة لماذا اختلفت الممارسة على الأرض؟ الرغبة في السلطة، الرغبة في الشهرة، الرغبة في التمكين في الأرض، الرغبة في التوريث، الرغبة في الحكم، وشهوة الحكم لا تقاوم. شهوة الحكم لا تقاوم. ولدينا في العصر الحاضر بعض الدول التي يتحكم فيها فقهاء يقول ويتحدثون باسم الإسلام، ولكن أنا أدعي وأقول أنه لا يمكن لأحد أن يتحدث أنه هو الملهم في الإسلام، لكن هو يتحدث عن فكره. نتحدث عن هذه النقطة والدول الدينية. هل هناك دول دينية الآن في حياتنا؟ كيف ننظر إليها وكيف ينظر إليها ضيوفنا الكرام؟ الدولة الدينية هل هي قادرة على الحكم وهل تستطيع أن تنظم الحياة تنظيما سياسيا صحيحا؟ نتوقف مشاهدينا وأدعو ضيفي الكريمين متابعة هذا التقرير ومن بعده لنا عودة في بقعة حرية. قامت الحضارة الفرعونية في مصر، ولكن الإنسان بعد أن أنشأ هذه الحضارة العظيمة الإنسان من طبعه الضعف والخضوع، فيريد أن تكون له قوة تسيطر عليه، فبحث الإنسان بعد أن سيطر وحنط وأنشأ المعابد والأهرامات عن هذه القوة، فاتجه إلى عبادة الشمس. إذن فالديانة الفرعونية نشأت بعد الحضارة الفرعونية، وكذلك يعني في أوروبا في العهد القديم بحثوا يعني عن دين بعد أن كانت الحضارة عظيمة في أوروبا، بحثوا عن دين، ولكن الدين جاء في أوروبا في العصور القديمة ضد الحضارة، لأن الدين لما جاء في العصور القديمة كانت الكنيسة تضطهد العلماء وكانت تقتل العلماء، والدليل على ذلك من قال بقروية الأرض ومن قال بالجاذبية الأرضية. لما أسس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة المدنية كانت ذات مرجعية إسلامية. من جديد نعود مشاهدينا وبقعة حرية والحوار حول العلاقة بين الدين والدولة مع ضيوفنا الكرام الأستاذ الدكتور عبد المقصود باشا والأستاذ الدكتور علي مبروك. دكتور علي، كان ليك رد على ما أثاره الدكتور عبد المقصود قبل التقرير. هو بس بخصوص مرة تانية الدولة الدينية، لأنه الحقيقة المفهوم ده مش منضبط في الاستخدام. الدولة الدينية هي الدولة التي تسعى إلى إدارة الشأن السياسي مستخدمة الدين وموظفة له في إدارة هذا الشأن. ولماذا يعني تستخدم الدين في إدارة الشأن السياسي؟ لكي تحصن نفسها ضد المساءلة، ضد المحاسبة. وفي الحقيقة يعني هذا الذي أقول لو عدنا إلى تجربة عثمان سنجد أنه ينطبق تماما على عثمان. أنا في الحقيقة يعني لا أميل، وبحترم أي وجهة نظر أخرى، يعني لا أميل إلى افتراض أنه كان هناك تآمر، لأنه قراءة المصادر التاريخية تكشف عن أنه كان هناك أسباب حقيقية للاختلاف وللصراع. كانت هناك مآخذ على طريقة عثمان في إدارة الشأن السياسي وفي إدارة الشأن العام. كانت هناك مآخذ حقيقية تم التعبير عنها وتم إعلانها بأكثر من وسيلة، وهناك من الصحابة من ناقش عثمان في هذه المسألة، لكن كان هناك باستمرار تحريض، ونستطيع أن نعين الشخص الذي كان يمارس تحريض عثمان ضد هؤلاء وضد الاستجابة لهؤلاء، لدرجة أنه
هذا مروان بن الحكم بشكل أساسي الذي المعروف في التاريخ الإسلامي بأنه كان طريد رسول الله الذي أعاده عثمان إلى المدينة. مروان بن الحكم في أكثر من رواية في المصادر التاريخية الموثوقة التي نعتمد عليها ونقرأها كالطبري وغيره كانت نصيحته أو كان رده على السائرين على عثمان تريدون أن تغلبوننا على ملكنا، وكأنه اعتبر السلطة أو السياسة شأن أموي خاص يخص الأمويين وليس لأحد أن يتدخل في هذا الشأن. عندما يعني طلب من عثمان أكثر من مرة فلم تكن أمامه إلا هذه الحجة، بعد أن وافق. بعض المصادر تقول أنه وافق بالفعل على أن يستجيب لمطالب السائرين عليه، إلا أن التحريض الأموي حال بينه وبين الاستجابة وهو الذي أودى به. قبل أن ننتقل إلى السؤال، كيف تعلق يعني دكتور علي مبروك بيذكر هذه الحادثة وبيعود مرة أخرى إلى الخليفة عثمان بن عفان ويتحدث عن بعض المصادر التاريخية، لك رد؟ نعم. سيدي، نحن لسنا في هذه الجلسة لكي نحاسب ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن لو أردت مناظرة علمية من حلقات متعددة حول هذا الأمر لأمكننا، لكن لسنا هنا في مجال أن نقول عثمان صنع، لكن نقول في هذه المسألة ما قاله سيدنا عمر بن عبد العزيز اقتباسا من كتاب الله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ونقول ما قاله عمر بن عبد العزيز أيضا: تلك فترة عصم الله سيوفنا عن الخوض فيها فلنعصم ألسنتنا عن الخوض فيها. فلسنا هنا في مجال محاسبة إمامنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن لابد أن نعلم أن الإسلام بمفهومه لم يعرف الدولة الدينية التي يتحكم فيها الفقهاء. الفقيه هم رجال الدين، يعني هم رجال الدين. الكهنوت دي مش موجودة لا في الإسلام. لا كهنوتية في الإسلام. وانظر إلى علماء صاحب النهضة ومن جاء بعده: طه حسين، أحمد لطفي السيد، الدكتور محمد حسين هيكل. هؤلاء يعني رفاعة الطهطاوي لماذا كان تأثيره بهذا الشكل؟ لأنه كان يعتقد أنه قائد مدعو وليس قائد مساق، ولذلك خلف فكرا ما زلنا نعيش في أفكاره حتى الآن، بخلاف القائد المساق الذي يدعو إلى الإيه؟ إلى الرغبة الشخصية، إلى الشهرة الشخصية. إذن الدولة الدينية بمفهومها كدولة كهنوتية، أغفر ذنوبك وكذا، هذا ليس موجود في الإسلام. طب عشان الأسئلة يعني تبقى وقت قليل من الحلقة، فكرة العصبية التي أشار إليها ابن خلدون في بناء الحضارات وفي انهيار الحضارات، كيف تنظر إليها والعصبية السياسية على وجه التحديد؟ هو إمامنا ابن خلدون كما تعلم من أقواله الشهيرة: الأئمة من قريش. وهو لم يقل الأئمة من قريش في تصوري وفي مفهومي، لأن الفكر الجيد هو الذي المقولات الجيدة هي التي تبدع أفكار جيدة، وهي التي تجعلك تعيش في فسحة فكرية. أتصور أن ما قاله ابن خلدون الأئمة من قريش أن العصبية كانت، لأن الملك لا يقوم إلا بالعصبية. الملك لا يقوم إلا اللي هو دلوقتي صناديق الانتخابات. الملك لا يقوم إلا على أساس رغبة وسلطة وقوة. ولذلك الإسلام لا يعرف الدولة الدينية الآن. لماذا؟ لأن الداعي الديني يعتمد على قدم الدعوة، على الخيار الشعبي، على مخاطبة غرائز الجماهير. خلاص وصلت الفكرة دكتور علي فيما يخص الحديث عن العصبية القبلية وتأثيرها كمكون في بناء الدولة. أنا أولا بقبل تماما دعوة الدكتور عبد المقصود، لأن أنا نتكلم حول عثمان أكثر من حلقة. وأنا طبعا أدرك تماما أن هناك أنا يعني كانت دراستي حول هذه الفترة وهذه الحقبة تحديدا، رغم أني يعني مختص بالفلسفة بشكل أساسي، إلا أني أعرف أن يعني الأشاعرة تحديدا وأهل السنة كثيرا ما يطالبوننا بأن نسكت عن هذه الفترة ونعصب ألسنتنا عنها ولا نتكلم عنها. هو موضوع يعني بعيد عن الحلقة وسوف نخصص له أحاديث أخرى، لكن عودة إلى فكرة العصبية والقبلية الموجودة. فكرة العصبية طبعا يعني علينا أن نستخدم المفهوم المعاصر المعادل لهذا المفهوم القديم. المفهوم المعاصر المعادل لهذا للمفهوم القديم عن العصبية هو مفهوم القوة، أنه الدول تتأسس
على محض القوة. ليست الأمور متعلقة بأن هناك قانون يؤسس للدولة ويؤسس لتداول السلطة في الدولة بقدر ما هي القوة التي تفعل فعلها. ولا بد أن أستاذ محمد، وهذه مفارقة غريبة يعني، وهي مفارقة موجودة عند كثيرين وأشار إليها الغزالي، يعني الإمام أبو حامد الغزالي تحديدا، عندما تحدث عن أنه الشأن في الإمامة هو الغلبة أو الشوكة، وهو مفهوم ابن خلدون الذي تحدث به ابن خلدون بعد ذلك واسمه العصبية القبلية. لكن هذا يضعنا أمام نتيجة مهمة، وابن خلدون والغزالي يقول أن هذا هو ما تحقق في تاريخ الإسلام منذ البدء، أنه الكلمة الفصل كانت للقوة، الغلبة للقوة بالضبط. ربما أستثني ولاية أبو بكر وولاية عمر، لكن بعد ذلك تكتشف أنه القانون الذي اشتغل طول الوقت كان هو قانون القوة ولا شيء سواه. لهذا السبب بتبقى كل المفاهيم التي جرى الدعاية والترويج لها فيما يخص بتداول السلطة في الإسلام عبر البيعة والعقد والاختيار وإلى آخره، بتبقى جميعا أقرب إلى المفاهيم المثالية التي يراد التغطية بها على واقع قائم على القوة والقوة وحدها. طيب أذهب للدكتور عبد المقصود. والبعض يرى أن الدولة أو فكرة الدولة لم تنشأ إلا هي بنت العصور الحديثة وبنت النهضة بشكل كبير، فلم تنشأ إلا مؤخرا مفهوم الدولة المدنية. دائما نجد من يضع هذين المصطلحين أمام بعضهما البعض، المدنية والدينية، وكأن هناك اشتباك أزلي ما بين ما هو مدني وما هو ديني. كيف تنظر إلى هذه الإشكالية في ضوء الخبرة الإسلامية، ووضع أننا حينما نتحدث عن مرجعية إسلامية أو مرجعية دينية فأنت هنا يعني تتجاوز مفهوم مدنية الدولة؟ الحقيقة في هذه النقطة أجد عدم فهم، والمشكلة يا سيدي في عدم فهم التاريخ وعدم دراسة التاريخ دراسة معمقة. الإسلام منذ أن نشأ، ورسول الله عليه الصلاة والسلام منذ أن بعث، مش منذ أن هاجر كمان، وهو في طريقه إلى إنشاء دولة يسودها العدل الاجتماعي والعدل الاقتصادي والعدل السياسي والمساواة. حتى القرآن الكريم في كل آياته: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم كذا كذا كذا. لا تعارض بين كبار المفكرين بين الدولة الدينية والمدنية. الدولة المدنية حينما تكون ذات مرجعية إسلامية. ما معنى مرجعية إسلامية؟ كما ذكرت سابقا، أن أتفق أنا وأنت على أن تأخذ حقك وأنا أخذ حقي. هل في هذا ما يعيب؟ هذا هو هذه مرجعية دينية، سميها ما شئت. يعني هنا الديني لابد أن تكون مرجعيته مدنية؟ المدني لابد أن تكون مرجعية بمعنى أصل. يعني هل تقر المدنية الظلم؟ أنا أسأل سؤال: هل تقر المدنية الظلم؟ هل تقر المدنية الاستبداد السياسي؟ إذا كانت الدولة المدنية تقر الاستبداد السياسي والاستبداد الاقتصادي وعلية القوم وسفلة القوم، هذه ليست دولة. تمام. طب دلالة رفض مالك بن أنس طلب الخليفة جعفر بن منصور بتعميم كتابه على كل الأمصار، هل هذا يعني يؤدي إلى فكرة عدم وضع هذا الكتاب ليكون كتاب موطأ ليكون لكل المسلمين في كل الأمصار، هو عدم امتثال لفكرة ما الخليفة الحاكم الذي يتحدث من وراء ستار الدين؟ ليس ذلك فقط. الدلالة المهمة لرفض مالك لأن يتم ذلك بخصوص الموطأ هو يعني أنه يكشف لنا عن وعي فقيه كبير بأن الفقه متغير، وأن الفقه يتغير بحسب تغير البيئات والأوضاع المدنية. وربما يجرني هذا إلى أنني بقى من أنصار مفهوم مغاير المفهوم الذي وافق عليه الدكتور عبد المقصود. الدكتور عبد المقصود يتحدث عن مدنية بمرجعية دينية، أنا بقول يا ريت تبقى دينية بس بمرجعية مدنية. يعني أنا أقبل، لأنه في الحقيقة
هو يقول ان الدين يدعو الى قيم مدنيه لا يختلف عليها احد. في الحقيقه ليست المشكله في انه الدين وحده، انه الدين انت عندما تتكلم عن الدين لا تتكلم عن الدين كاخلاق فقط، وانما تتكلم على تشريعات تحكم الحياه الاجتماعيه. وهذه دلاله درس مالك. درس مالك يقول لنا انه التشريع الذي يراد به ضبط العلاقات بين الافراد وضبط التعاملات بين الناس يختلف من مكان لاخر بالضبط. واذا كان يختلف من مكان الى اخر، اذا كان ما تمت صياغته لاهل المدينه يشق على اهل العراق، يشق على اهل مصر، يشق على اهل الشام، فالمؤكد انه ما صيغ للقرن الاول او القرن الثاني يشق على اهل القرن الثالث والرابع والخامس الى اخره. ولهذا السبب مالك فتح لنا الباب امام هذا الوعي المهم، انه الفقه يتغير بحسب تغير ظروف المدنيات. عندما تتغير المدنيه، الامام الشافعي حينما جاء برسالته الى القاهره الى مصر لكي يوائم المجتمع المصري والثقافه المصريه، يعني افتى باراء غير التي افتى بها في الشام او في العراق. ومن هنا استاذ محمد اذا سمحت لي بدقيقه واحده، انه علينا ان نواجه الدعوه الراهنه التي تتحدث عن دولة مدنية بمرجعية دينية أو حزب مدني بمرجعية دينية. لنا أن نسأل ماذا تقصد بالديني؟ هل تقصد الديني كمنظومة مغلقة جاهزة مستعارة من السلف لتفرضها على الواقع، أم تتعامل مع الديني بوصفه قابلا للتغير مع تغير الأوضاع المدنية؟ تمام. يعني المتأمل لتوظيف الدين دكتور عبد المقصود يعني يجد أن هناك ممارسات سياسية كثيرة وليست بعيدة عنك وعنا توظف الدين يعني في العملية السياسية، في الحديث دائما أن هذا أصلح لأنه أقرب إلى الله فيجب أن ننتخب مثلا في انتخابات برلمانية أو انتخابات. هناك يعني وجود أو حضور للدين من قبل الساسة واستعمال للدين بشكل صريح من قبل سياسيين، ونجد هذا النموذج يتكرر في أكثر من مجتمع. كيف ترى ذلك؟ لأنه في بعض الأحيان البعض لا يعي خطورة أن توظف الدين من أجل مصلحة شخصية ومن أجل مصلحة حزبية معينة. هذا ما ذكرته قبل قليل من القائد المساق الذي يبغي الشهرة فيوظف الدين، يبغي الشهرة. ولذلك لابد من الاهتمام بالتعليم الراقي اللي يخلي المواطن يفكر في برنامج حزب وليس في فرد، لأن الفرد المساق إذا مات أو طرد أو نفي أو تموت فكرته، بخلاف القائد المدعو إذا مات أو نفي أو تبقى فكرته. ولذلك استخدام الدين في هذه المسألة استخدام خاطئ، لأن كما ذكرت لك أنه لا أحد يملك التحدث باسم الدين. تمام. لا يملك التحدث. وصلت الفكرة. يعني دكتور علي مبروك، في ضوء مثلا الثقافات الغربية والفكر الأوروبي وفي عصر التنوير كنا نرى مثلا عقد اجتماعي لروسو أو لجون لوك. هل يمكن أن يكون هناك عقد اجتماعي إسلامي؟ لا، ما فيش حاجة اسمها عقد اجتماعي إسلامي، في حاجة اسمها عقد اجتماعي إنساني مدني، لأنه مفهوم العقد الاجتماعي أساسا أنه عقد مدني. وهو طبعا بالتأكيد يعني أنت مؤكد أنك تعرف أنه عقد متخيل، لكنه كان ضروريا في بداية عصر الحدث، في بداية تأسيس الدولة القومية الحديثة. كيف تتأسس هذه الدولة وكيف تتأسس المدنية؟ هل تتأسس المدنية على القانون الديني فكان لابد من التفكير في أساس للممارسة السياسية الحديثة. طب عشان نستوضح النقطة دي والمشاهدين يعني يستوضحوها ويتابعونا فيها، فكرة عقد اجتماعي هل هنا يتم إقصاء الدين عنه؟ يعني لا تكون هناك مرجعية دينية؟ لا يعني لا يعني ذلك على الإطلاق فيما يخص العقد الاجتماعي، لا يعني ذلك أبدا إقصاء الدين، وإنما يعني أن يصبح الدين موضوعا يفهم بحسب قوانين المدنية. بمعنى كما وأعود مرة ثانية للمثال الذي أشرت إليه متعلقا بمالك. مالك في ظني في ظني نموذج للشخص الذي يفهم معنى المدنية فهما عميقا، لأنه
يدرك أن أوضاع الناس تتغير. وبما أنه أوضاع الناس بتتغير فلا بد أنه القواعد التي تحكمهم لا بد من أن تتغير هذه القواعد. فهذا التغيير هذا التغيير هو جوهر المدنية في الحقيقة. المدنية تعني ببساطة أن يحكم الناس بقانون قادر على استيعاب أوضاعهم، لا يعني أكثر من هذا. يعني أن لا تفرض على الناس قواعد يعني تجاوزها الوضع الذي يعيشون فيه. أستاذ الدكتور علي مبروك، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب. للأسف الشديد وقت البرنامج انتهى بالفعل. بنشكرك شكرا جزيلا. دكتور علي مبروك أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة. كما أتوجه أيضا بالشكر العميق للدكتور عبد المقصود باشا رئيس قسم التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر. شكرا. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة حول العلاقة ما بين الدين والدولة. الدكتور عبد المقصود باشا أكد في بداية حديثه في هذه الحلقة أنه لا يمكن لأي حضارة تكون الدين، فالدين هو المكون الأساسي لأي حضارة من الحضارات. تتدهور الحضارة وتضمحل بغياب الدين. الدكتور علي مبروك قال إنه ليس السبب الوحيد هو غياب الدين في تدهور الحضارات الإنسانية. الدكتور عبد المقصود باشا قال بشكل حاسم لا توجد دولة دينية في الإسلام. الدكتور علي مبروك قال إنه لا توجد دولة دينية بشكل مباشر، ولكن يوجد الحاكم الذي حكم باسم الدين ووظف الدين لمصلحته. الدكتور عبد المقصود باشا قال إن الدولة عرفها الإسلام منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والدكتور علي مبروك أكد وقال إن الدولة بمفهومها المؤسسي لم يعرفه التاريخ الإسلامي إلا مع دمشق ومع بداية الخلافة الأموية. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نلتقي في الحلقة القادمة، هي الحلقة الرابعة من هذا الأسبوع حول مفهوم الدين. سوف نعالج فيها تديين الظواهر الإنسانية، ما له وما عليه. لكم تحيات أسرة برنامج بقعة حرية، وهذه تحياتي أنا محمد عبده.